السلام عليكم. فيديو جديد. فيديو هتكلم فيه على نقطة سريعة كده. نقطة اتسألت فيها يعني رأيي في موضوع زيزو بشكل عام واللي زيزو عمله يعني. فأنا هتكلم، هحاول باختصار يعني. باختصار شديد، أنا مش فارق معايا أساسا إن اللي زيزو عمله. مش شاغلني هو راح فين أو بيعمل إيه دلوقتي. أنا كنت من واحد من الناس، أنا كنت بحب زيزو. كنت بحب زيزو عشان هو بيلعب في نادي الزمالك. عشان انا بشجع نادي الزمالك، فكل من هو في الزمالك انا بشجعه وبحبه. انت طلعت قلت ان انا مشيت مثلا او انا اتضايقت الفتره الاخيره عشان الجمهور انتقدني او الجمهور شتمني. انا اقول لك كلمه واحده: الجمهور مش غلط، انت اللي غلطان. جمهور الزمالك ما بيغلطش. انا باختصار شفتك مقصر في الملعب. شفتك بقالك سنه بتماطل النادي اللي عملك. ايوه، هو نادي الزمالك اللي عملك. سيبك بقى من اللي انت اصلا عندي الموهبه وانا اشتغلت على نفسي، وانا عندك موهبه واشتغلت على نفسك. بس انا اللي عملتك. لان انت كان عندك الموهبه وكان عندك كل حاجه وما عملتش حاجه. لما كنت بتلعب في دجله عملت ايه؟ لما كنت بتلعب في البرتغال ما عملتش حاجه. انا اللي عملتك. انا جبتك، شلت التراب اللي عليك ولمعتك. فلو زعلان ان الجمهور انتقدك، لا، الجمهور حقه اللي هو ينتقدك. لان باختصار انا بدفع من جيبي عشان اشوفك. انا بدفع من جيبي عشان اجي اتفرج عليك واشجعك وهتف لك في الملعب. انا بقعد طول اليوم، طول اليوم، في الملعب او في الاستاد لحد ما انت بتخلص وبتمشي بتركب عربيتك وبتروح بيتك وانا لسه في الشارع. انت بتبقى لسه في الفندق وانا في الشارع من بدري. انا في الشارع من الساعه 12 مثلا ولا من الساعه 11. انا واقف قدام النادي، شوف انا نزلت من قبلها من امتى، قعدت امتى، هروح بيتي امتى. لا، انا ما غلطتش، انا كجمهور انا مش غلطان. انت اللي غلطت. انت اللي غلطت ان انت قعدت تقول انا معاك وانا موجود وانا هفضل موجود وانا بحب النادي وانا مش هروح النادي الاهلي، واروح النادي الاهلي ليه وانا هستنى ايه اللي بيفكر يروح النادي الاهلي مثلا بيبقى محتاج شهرة، محتاج فلوس، محتاج جمهور. انا عندي كل حاجة وعندي الجمهور وعندي الادارة وعندي بطولات. انت كان عندك فرصة تاريخية ان انت تخش تاريخ نادي الزمالك ده، تبقى يعني من احسن اللعيبة اللي مرت في تاريخ نادي الزمالك. انت لو كنت كملت كمان سنتين تلاتة كنت هتبقى في حتة تانية. كنت هتخش في سكة والله العظيم انت مش حاسس بيها دلوقتي. انما لو شفتها قدام كنت فعلا هتلاقي الموضوع معاك مختلف جدا جدا. انت مشيت في وقت انا كنت محتاج فيه او بعمل فيه سكواد، او بحاول اوقف النادي بتاعي على رجلي. فانت مشيت في الوقت ده. انا مش فارق لي انت مشيت رحت فين بقى، خلاص. انا بالنسبه لي انا كمحمد كمشجع يعني. طالما انت سبتني ومشيت فانت اللي خسران. حتى لو رحت لعبت في ريال مدريد، مش هقول لك نادي الاهلي، لو رحت لعبت في المدريد نفسها انت خسران يا باشا. انا كسبان. كسبان بقى حاجات كتير. كسبان اللي انا مش هاجي كل سنه انا عايز 100 مليون. كسبان اللي اوضه اللبس بتاعتي مش هبقى بصلك. انا عايز 40 مليون عشان زيزو بياخد 100 فانا هاخد اقل منه مثلا حاجات بسيطه. او اشمعنى زيزو بياخد 80 مليون فانا هاخد انا كمان 60. لا يا باشا، انت جيت في مصلحتي اللي انت مشيت اصلا. انا بحبك وكنت عايزك تكمل. بس خلاص انت مشيت، مع السلامه. فانا من وجهة نظري، دي برضو انا قلتها في الفيديو اللي قبل كده، ان دي حاجه من الحلول ان الزمالك يقف على رجله. ان انا ما ابصش بقى على الكلام ده كله. لا بص بقى زيزو عمل ايه، ولا انا عايز حق منه، ولا انا مش عارف ايه يا باشا. كل الكلام ده اللي يمشي يمشي اللي يمشي يمشي. اللي عايز يقعد يقعد. هخليك وهتلاقيني انا برفعك كجمهور. انا كجمهور نادي الزمالك هرفعك هعليك. انما انت عايز تمشي بالسلامه امشي. فما ما تجيليش تقول لي اصل الاداره واصل الجمهور واصل طموح ايه. ايه بتلعب لعبت في كاس العالم؟ انا اصلا ما انت لعبت في كاس العالم عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ولا ممكن في الدوري هتعمل في الدوري هتشتغل، هتجيب اجوال. بس بقى مش والله انا فارق معايا اساسا زيزو، ولا فارق معايا امام، ولا فارق معايا بن شرقي. انا اللي فارق معايا النادي بتاعي بس. وزي ما عملت زيزو عامل غيره. ويعني نصيحة صغيرة كده لكل اخواتي مشجعين الزمالك. لازم نخف تشجيع بالعاطفة شوية. لان احنا جمهور عاطفي جدا.
بنحب اللعيبة. مش بنحبهم عشان هم لعيبة جامدة، لا احنا بنحبهم عشان هم بيلعبوا في نادي الزمالك. بنحبهم عشان خاطر بنديهم حب زيادة عن اللزوم، في الآخر ما بتمرش فيهم. فاحنا لازم نقلل حاجة زي كده فعلا. أنا واحد يعني من الناس، أنا مقتنع 100% مليار المية إن مفيش حاجة اسمها انتماء، كله بيجري ورا المادية. ف... فأنت موجود عندي هتبقى كويس، هديك دعم وهديك حب، هتلوي دراع نادي الزمالك، هديك فوق دماغك زي ما بيقولوا. لا، ه... مش هتفرق معايا بقى، مش هتفرق معايا حاجة غير ان انت بتلويش النادي بتاعي. النادي بتاعي هو فوق وباقي كله تحت. نادي الزمالك فوق وكل من هو ينتمي للزمالك تحت. الزمالك جمهوره باقي كله تحتينا، إدارة بلعيبة كله. ف... فلا، انت لو زعلان من الجمهور اتفلق، مش مهم. الجمهور ده اللي عملك، هيعمل غيرك، كان بيدعمك، كنت انت الوحيد اللي بتنادي عليك في الاستاد. لما كان الجمهور المنافس كان يقعد يقول لك انت بالونه وانت بتاع بالينات، وانت كنت انا الوحيد اللي بقف في ظهرك، وانا الوحيد اللي سندك، وانا الوحيد اللي بقى مش عارف ايه. لما كنت بتضيع ضربة الجزاء والاعلام يطلع عليك ويهاجمك، انا الوحيد واقعد اقول ده لو مش عارف ايه واسندك وادعمك واندى عليك الماتش اللي بعده. ف... فانا من وجهة نظري انت مشيت بالسلام. مش فارق معايا زيزو، ولا فارق معايا امام، ولا فارق معايا بن شرقي، ولا فارق معايا اي حد خرج من نادي الزمالك و... وما كانش بيحب نادي الزمالك من قلبه. وحتى لو جبت فينا جون في الملعب واحتفلت، مش هتفرق معايا برضو. او ما احتفلتش برضو مش هتفرق معايا، مش هيزود عندي حاجه ومش هنقص حاجه. فصاحبي، خليك فهمان ان الجمهور ما بيغلطش. الجمهور هو رقم واحد في اي حاجه، فما بالك بقى بجمهور نادي الزمالك. انا بالنسبه لي جمهور الزمالك ما بيخشش مقارنه في اي جمهور تاني في العالم. ف... فانت اللي خسران. السلام عليكم.